قعدت فيها حوالي 4 شهور او 5 شهور. اطول عشان الحق بدات الدراسه وانت ما دراسه شغاله وانا هناك، وما كانش في ترم بقى، كان بتمتحن في شهر 5 في الاخر. فتيجي انت. فانا جيت تقريبا قبل الامتحان بشهر ونص، شهرين ذاكرت، وكانت المفاجاه ان انا نجحت. ما كنتش اتوقع انجح اصلا. سنه ثالثه؟ سنه ثالثه. بس انت قلت انا في ثالثه طلعت الاول على، ولا كانت ثالثه؟ لا يا باشا، لا ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. دي ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي انا ما كنتش اتوقع ان انا انجح فيها، وكان والدي دايما يقول لي هتسقط، لو وصلت الليل بالنهار هتسقط. والدي طبعا الله يرحمه كان محب جدا ليا، وكان حبه ده ظاهر في طريقه تعامله معايا، الشده يعني معايا بالظبط. في الشيء، لا ما كانش شديد على فكره. والدي كان بيمثل الاب المثالي اللي انا فعلا اتمنى وما اعرفش اكون زيه. دي حاجات بتفكرني بحاجات تاثر. احيانا الانسان فعلا بيتعرض لمواقف يفتكر فيها كنت بتتمنى يكون والدك موجود وتعيش معاه اكتر، وتعوضه عن اي لحظه يفكر فيها ان ابنه بيفشل. دي مهمه جدا. وتوفى وانت كنت؟ توفى وانا سنه 2001. طيب كنت كبرت يعني؟ كنت امين عام الشبان المسلمين. طيب يعني لحقك في نجاحاتك يعني بس الاب نرجع الصالح للكويت. الاب وسنه ثالثه نجحت. الاب الصالح شيء جميل جدا. هنرجع للوالد في مره، يعني هنتكلم تاني. تمام تمام. ارجع بقى القصه اللي غير عاطفيه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت في ثالثه، وكانت اكبر فرحه. اكيد الاجازه جت. اكبر فرحه للوالد. رجعت تاني على الكويت. كانت اكبر فرحه لوالدي فعلا ان انا نجحت في ثالثه ولسه سنه رابعه، لان الثانويه الازهريه 4 سنين مش 3 سنين. خلصت الثانويه وعايز ارجع للكويت. والدي كان باعت لي خلاص ثانويه يعني خلاص سنه ثالثه. والدي كان باعت لي جوابات مؤثره جدا، يعني انت لو قريتها لازم تبكي. وانا في الكويت، يعني معناها ان انت بتخالف ربنا وبتخالف الشرع، انك تخالف عشان عصيه او لا، هو ما كانش بيعتبرني عصي، بيعتبرني ان انا بجازف بمستقبلي. هو كل خوفه على مستقبلي. ما عندناش حد ما خدش مؤهل عالي. هو في اعتقاده لو في واحد من ولاده ما خدش مؤهل عالي يبقى هو المسؤول كوالد. ودي احساس الاب اللي انا بتمنى ان كل اب يبقى زيه بجد. انا بتمنى ان انا نفسي مهما كنت مثالي اتمنى اكون زي ابويا في خوفه على اولاده، خوفه على اسرته، خوفه على ان حد يفقد دينه، يفقد مصيره، يفقد مؤهله، يفقد اسرته. ودي حاجه انا بشوف الناس الايام دي بستغرب ان نرجع بالظبط. نرجع تاني لسنه رابعه. تروح الكويت بعد رجعت الكويت